هذه بون معناتها باش نحكي لك التفاصيل. جاني تليفون البارح من المتصرفة القضائية نتاع شركة كاكتوس، عطاتني خبر صدمني شويه. قالت لي الكاسيتات اختفاو تاع الحلقه. مش نحب ناكد خاطر الكلام الفارغ اللي يخرج في الفيسبوك وتافه برشا، نحب ناكد على حاجه مهمه. الكاسيتات اللي اختفاو ما همش الكاسيتات تاع ليميسيون اللي تعدات اللي تبثت المنتيا بعد المونتاج، هما الكاسيتات الاصليين لي راش يتسماو اللي فيهم ليميسيون كامله، التسجيل كامل الاصلي بحشيش وريشو، 3 سوايع ونص من التسجيل بالكواليس نتاعو، بالحاجات التقنيه الغالطه، بالحاجات اللي احنا ما نجموش نعديوهم من الاسباب التقنيه او لانهم زايدين او يعني كله هذا اللي تسرق 10 كاسيتات. قالت لي راهو الكاسيتات اختفاو. انا استغربت يعني مازلت كي جيت للتونسيه وما نعرفش شنو ينجم يصير في الكواليس. فالمتصرفه القضائيه بيان سور تصرفت وشافوا لي كاميرا دو سيرفيونس بيان سور، اكتشفوا شافوا في الكاميرا وهذا موجود ومسجل وعند القضاء، شافوا شخص انا وقتها نجهل هويته ما نعرفوش شكون، تقني نتاع مونتاج خارج بالكاسيتات، 10 كاسيتات خارج بهم في الكولوار وهازهم يعني، والكاسيتات مفقودين. فتم اللجوء للقضاء البارح هذا في الليل، ما كنتش انا طرف في الحكايه بيان سور ولكني متضرر. تم اللجوء للقضاء والقضاء تم القبض على الشخص وفتح قضيه، فتح محضر. وانا هذا بالنسبه لشركه كاكتوس والقناه التونسيه اللي رفعوا قضيه من طرفهم. نحب ناكد على حاجه مهمه برشا الساعه، انا ما نتهم حتى طرف بيان سور، ما نعرفش شكون وراه التقني، هذه مهمه القضاء اللي هو باش يحددها. انا نعرف الوقائع كما حصلت، مانيش ما اتهام لا معز بن غربيه ولا غيره ولا نسمي حتى اسم. القضاء ويأكد شكون، بتاتر نجم نطلع انا ولا فلان ولا فلان معناها ما نعرفش. ولكن شوف الحاجه الثانيه، سمعت كلام فارغ يقولوا اللي مش يقع استعمال الغرض نتاع استعمال الكاسيت هو للزابينغ. انا نحب نسال سؤال بريء معناه نساله ونتعدى. السؤال هو وقت اللي انت باش تختار لقطات للزابينغ، اسكو تختارهم من ايميسيون اللي تعدات ومونتي منتجه والا تختارهم من لي روش؟ وانت كمونتور كي تختار، انا ديما نمشي للمونتور ما نعرف حد اخر، ما نعرفش شكون وراه. المونتور يختار لقطات يختارهم من لي روش الكل اللي سجلناه بحشيش وريشو، كي يختارهم كيفاش باش يعرف انا هو اللي تبث وانا هو اللي ما تبثش؟ كيفاش باش يعرف يحط قدامه؟ كي يعدي لنا لقطه، كي يعدي لنا لقطه من الزابينغ ما تمش بثها غلطه كبيره. هذا هو سؤالي انا بالنسبه لي. الحاجه الاخيره، انا كلفت المحاميه نتاعي الاستاذه كوثر الغربي برفع قضيه باسمي انا متضرر، قضيه باسمي الشخصي أطار القضية نتاع شركة كاكتوس، والقضية توا بين أيدي القضاء. ما عنديش أنا خويا نوفل لا عندي اتهام الشخص ولا نتهم معز بن غربية ولا عندي مشكلة شخصية مع معز بن غربية ولاني مستهدف، وبالعكس نحس روحي أنا مستهدف من أي طرف. القضاء تو يثبت لي شكون اللي مستهدفني. من بديت أنا من الحلقة الأولى في برنامج لمن يجرؤ فقط نخدم على روحي، ما عندي حتى علاقة بحتى واحد، ما حسيتش مضايقات المناشطين أغلبهم أصدقائي ونتعاونوا مع بعضنا وبالعكس يدعموا فيا. باهي سمير، باش معناتها مع العلم انه هذا اللي قالوا معز بن غربي بزنس يوز للزابينغ، انت رديت دواء وقال انه التقني تم اطلاق سراحه معناتها بعد التحقيق، ولكن باش نسالك يعني اطلاق سراحه تعرف علاش؟ تعرف علاش؟ نوضح هذا اطلاق سراحه. وما كانش باش يتم اطلاق سراحه، تم اطلاق سراحه بتنازل من المصارف القضائيه لانها امراه وكذا وتاثرت ولاسباب انسانيه حسب ما قالت هي، تنازلت على القضيه. طلع بعد ما عندهاش الحق قانونيا باش تتنازل على القضيه، ما عندهاش الحق. رجعت القضيه من جديد اليوم، لانه لو كان مش التنازل هذاك ما كانش باش يقع اطلاق سراح، وهذا نوضح ما كانش باش يقع لانه متلبس، لانه الكاسيتات فوقه موجودين واعترف هو قال هزيتهم. التبريرات الاخرى يثبتها القضاء، هزهم للزابينغ والا لا. اوكي كان هزهم للزابينغ تو يثبتها القضاء، كان هزهم الاغراض اخرى يثبتها القضاء. انا يقعد سؤال باش تعمل الزابينغ، انت باش تعمل لي زابينغ من الحاجات اللي ما عديتهمش ولا من الحاجات اللي عديتهم؟ نحب نسالك سمير وافي، سمير وافي نحب نسالك سؤال بسيط، هل هناك حاجات مهمين ما عديتهمش ولا هل فما حاجات تقال وتمنتاو؟ مانيش خايف، لا
نجموا نوفل انت تعرف انه قبل وقع تشكيك في حلقه اخرى من لاباس مع ألفة يوسف، وعدينا لراش من بعد في الفيسبوك. النجموا زاد اذا الراي العام شكك في هذا النجموا نعديو، اللي ما تعداش مع الشيخ راجل غنوش. ما عدناش حتى شيء مخبينه على الناس. اللي تعدى هو اللي ريناها احنا اهم، انت تعرف اكثر مني. اللي تعدى هو اللي ريناها احنا وقدرناها انه اهم ما في الحلقه، باش ما نجموش نعديو 3 سوايع ونص كمان. يقول لي عديناه ثقيل شويه، اما قدرنا يعني ثقيل من حيث التوقيت. ان توكا مع زاد عندك تاريخ مع النقود. اي طبعا هذاك اللي نعيشوا بها سي سمير. ان توكا يعطيك الصحه. دونك وضح راينا في الحلقه البارح، كنا عبرنا عليه البارح. اللي صار اليوم دونك حاجه مؤسفه جدا. شكرا لك سمير الوافي على كل هذه التوضيحات. يعطيك الصحه سمير. دونك وضحنا الحكايه واللي قاعد يصير كما قلت نوع من حرب النجوم قاعد يصير في قناه التونسيه، مؤسف للغايه. ريم بعثت قالت ما فهمتش عليه نهار كله وانت تجيب فيها المراه هذه تدافع على انصار الشريعه والارهابيين، معناتها انت مصر باش تغزل العباد وتكرههم فيك. عنده الحق هيثم مكي، كيف عطاكم على رؤوسكم اقعد فيها انت وايمان. باهي دونك شوف هذه معناتها ريم تحب تعدي كان الناس اللي تحبهم هي ولا الناس اللي يعجبوها هي، ما نعرفش ريم معناتها كيفاش باش نقول لك. انتو كان ان شاء الله ترجع لنا نهار وقت اللي تعرف اللي كل واحد عنده الحق يعبر عن رايه، واللي الارهابيين ينجموا يكونوا يتحاكموا اما مش من حقهم مثلا يتعذبوا. شكرا لكم. بعد شويه الاخبار وبعدها سبور اكسبريس وبعد بيست ميكس نتقابلوا غدوه. شكرا لسليم، شكرا لهاجر ملاك رئيس تحرير الجزائري. في الامان.